ها نتوما يا البنات، ملي قطعنا البيتزا ديالنا ها نتوما كيفاش كتجي. راه كتجي غزاله ومايله، كتجي شهوه منها الصراحه، واحد الحشوه خطيره جدا. ها نتوما عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الصحه بخير؟ مرحبا بكم كاملين قناتي عيشه ناتوريل. اليوم غادي نقدم معكم واحد البيتزا اللي كتجي سهله، العجينه ديالها سهله جدا، بدون ذلك ما كتحتاجش تدي فيها ولا حتى حاجه. وغادي ندير معكم واحد الحشوه اللي كتجي لذيذه لذيذه بزاف. تابعوا معايا طريقه التحضير. غنحتاجو في هاد العجين ديال البيتزا زلافه كبيره ديال الدقيق، ما يعادل 300 غرام، 3 ملاعق من زيت الزيتون، ملاعق كبار، شويه ديال الملحه، نصف ملعقه صغيره ديال خميره العجين، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر، كاس ديال الماء دافي. الماء على حساب العجين، على حساب الدقيق، نقدر ندير قل من كاس، نقدر نزيد اكثر من كاس، يعني على حساب العجين. غندير الماء شويه بشويه، نحاول نخلط غير بيديا. هاد العجين راه ما كيحتاج الدلك ما حتى حاجه، يعني غير نخلط تتجمع ليا العجين صافي. غندير الماء ديالنا تسخن، غنضيفو عليها لبن اللي قطعتو صغير، قطع صغيره، وكنضيف عليه واحد شويه الزيت نحيد معاه، زيت الزيتون، نضيف عليه واحد شويه ديال الثومه، ولا اللي عنده الثومه غبره يديرها بحال هكا. شويه الملح، شويه الابزار، غادي ندير شويه د الهريسه صغيره نديرها. ها هو الهدف ديالنا دابا شحال طاب مزيان.
نفس المقلاة درت جوج مطيشات صغار، قطعتهم مربعات صغار على الشكل هذا، ودرت فلفلة حلوة حمرا أو خضرا اللي كان عندكم. أنا معنديش الخضرا استعملت غير الحمرا. وحدة فلفلة حمرا قطعتها حتى هي مربعات صغار. هادي مطيشة فلفلة حلوة، وغادي نضيف عليها واحد شوية ديال الزيت، زيت الزيتون. غنضيف عليها واحد شوية ديال الابزار وواحد شوية ديال الملح. مثلا نحركو حتى تدبل لينا الفلفلة المطيشة. دابا غناخدو الأدان، غادي نضيفو عليه هاد المطيشة والفلفلة حلوة اللي شحرناهم، وغنخلطوهم مزيان على هاد الشكل. غادي نضيف واحد الرشة ديال القزبور ومعدنوس، صافي غنخليها جانبا حتى ندرس خبزة البيتزا. دابا انا خديت الطاوة اللي غادي تدخل الفران ودهنتها بالزبدة مزيان. هانتوما تقدر تخليوها حتى ساعة راه مزيان باش ما خليتو العجينة تخمر باش ما تطلع البيتزا زوينة. هادا صافي مزيانة. نحاول نرققها. كنديرها بحال هكا باش تجيني على داك الشكل اللي بغيت. كمان كلها غنطبقها. غادي نجيب الحشوة ديالي، الحشوة راه كتجي غزالة. البيتزا بهاد الطريقة والله العظيم إلا كتجي أحسن منها. صافي غادي نوزعها على البيتزا على العجينة. كنحتاج لا لاصوص طوناط لا حتى حاجة.
دابا غادي نستعمل يدي باش نوزعها بطريقة متساوية. اللي ما عندوش لهداك راه يمكن يدير سادة الدجاج حتى هو كتجي فيه زوينة. دابا غادي نجيب الفرماج موتزاريلا اللي استعملت بوحدي، ما درتش فرماج بحمر، درت موتزاريلا. نحاول نغطيها كلها. بغيتو ديرو فرماج بحمر راه يمكن، بس انا غير اكتفيت غير بالموتزاريلا. ها هي البيتزا ديالنا وجدات البنات، كنتمنى تعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي واحد لايك. نتوما دابا غادي نقطعها باش تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. هنا كتجي غزاله هاد الحشوه هادي، كتجي زوينه، كتجي بنينه، غير جربوها. هاد الطريقه راه مختلفه على الطريقات العاديه اللي هما كنديرو في البيتزا. غير جربوها، هاد الطريقه راه غتعجبكم. ها نتوما يا البنات ملي قطعنا البيتزا ديالنا، ها نتوما كيفاش كتجي، كتجي غزاله ومايله، كتجي شهوه منها الصراحه. واحد الحشوه خطيره جدا. ها نتوما تجي يا سلام. ها نتوما شفتو كيفاش كتكون. عرفتي هاد الحشوه ما عمركم غتستغناو عنها الا جربتوها. كنتمنى تدعموني في القناه الى عجبتكم الوصفه. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم.